بعتني بكام يا عشر؟ بعتني بكام يا عشر؟ ده عنوان الحلقة. عنوان الحلقة بعتني بكام يا عشر. ليه بقى؟ هقول لك وهوضح لك. اولا، مجلس ادارة نادي الزمالك كان متواصل مع مجلس ادارة نادي بيراميدز ان انا يابا هنسحب من السوبر. انت ايه الموقف؟ في ظهري؟ في ظهرك يا زمالك. ها يعني ولاد عم؟ قال لي ده احنا ولاد خالة، وجوز امك هو جوز امي والموضوع منتهي. يا سيدي امين امين، يعني اخد الموقف التمام. قال لي تمام التمام وعسل، ومجالس الاداره متفقه واللاعيبه تمام التمام ومتمزجين قوي قوي. نادي بيراميدز بلع نادي الزمالك، بلعه له متر. افهم بقى، سيبك من الكلام ده خالص. انت مبلعه لي متر. هو احنا مش متفقين ان انا هنسحب او هعتذر بقى؟ ايا كانت الصيغه، ايا كانت الصيغه، وانا مش معتذر او انسحبت على اساس ان انت هيجوا يقول لك يا بيراميدز هتشارك ولا ما انتش مشارك، هتقول لهم لا مش مشارك ومع ابن عمي ضد هذا الفساد. هو مش حصل صح. نادي الزمالك خد موقف والدنيا بقت بيس والحياة بقت حلوة، وقلنا مجلس إدارة ده قرار والموضوع خلص والموضوع منتهي. راحوا يقولوا البيراميدز انت ايه رأيك بقى؟ بعتنا النادي الزمالك الفاكس وقلنا له قدامك 60 دقيقة. ده انتوا رمضان صبحي اديتوا له يوم كامل ولا 24 ساعة؟ يعني مجلس إدارة النادي الأهلي لما جه يتفاوض اداهم 24 ساعة، لكن انت واحنا للدرجة دي ملناش لازمة؟ واحنا للدرجة دي ملناش قيمة خالص؟ 60 دقيقة، ساعة، وترد علينا على ما نشرب كوباية النسكافيه اللي في ايدنا. تمام يا زمالك تمام. 60 دقيقة؟ ده انتوا استنيتوا على كهربا 60 يوم، جايين على ارنط وتقفشوا هاوش. 60 دقيقة تمام. طب لو ما ردتش هنكلم بيراميدز وبيراميدز هتوافق يا سيدي. لا ده احنا مأكدين وتمام التمام والحياة زبادي. نادي بيراميدز نادي الزمالك انسحب، هتشارك يابا؟ قال لك سيبنا 24 ساعة افكر. ايه يا اخويا؟ مفيش حاجة اسمها تفكر يابا، هتجاوب تمام تمام، مش تمام مش تمام عشان نجهز التأشيرات. حلو. قال لك طب سيبوني افكر مثلا 10 دقايق ولا ربع ساعة. تمام. نادي بيراميدز موافق على المشاركة من مباراة السوبر اللي هي تقام يوم الجمعة. بعتني بكام يا بيراميدز؟ مش كنا متفقين ان احنا ضد على النادي الاهلي وهنظهر الفساد وهنقول ان النادي الاهلي نادي مش عارف ايه والكلام ده كله؟ ما فيش مشكلة. بيراميدز هي طلع الجيش. تمام تمام يابا. تمام يابا. بيراميدز هتقول لا هقوم قايل لا. بيراميدز قالت لهم اه. واحنا ركبنا شو متر خد. في ايه بقى؟ في ايه ده كله عشان كهربا. لو الجميل ايه؟ كهربا جينا بطلوا كورة، بطلنا احنا كورة. الشيخ كهربا ده اقل ما يقال عنه الشيخ كهربا. شوف سبحان الله، مجلس ادارة النادي الاهلي الوحيد اللي كان هارشها. مجلس ادارة النادي الاهلي قال لك ايه يا سيدي؟ قال لك لو كهربا اتوقف هنسحب والقرار هيبقى نهائي لا رجعة فيه. كابتن محمود الخطيب خد وعد ان كهربا لو حصل عقوبة هتبقى بعد مباراة السوبر. جه مجلس ادارة نادي الزمالك واعلام نادي الزمالك المحنك بقى، خد بالك بالكلام. قال لك ايه؟ قال لك انا خدت وعد ان كهربا هيتوقف حتى لو مباراه واحده وهي مباراه السوبر، ورب الكعبه احنا كنا هنبقى مرضيين والحياه هتبقى لوز اللوز. حلو حلو. طلع اجتماع طارئ للجنه الاتحاد الكوره والدنيا كانت بيس وعسل عسل. هوب، تأجيل عقوبة كهربا لحين إشعار آخر ليوم 14/5. لحين التأكد من شرعية لجنة الانضباط. والله انتوا لسه فاكرين الشرعية؟ امال هم قاعدين بقالهم فترة ليه؟ يعني ما هو سؤال بيطرح بقى، ما انتوا جننتونا، انتوا خليتونا نمشي نكلم نفسينا. ولكن اكتر حاجة انا مبسوط منها بقى وهي
اول حاجه ان احنا خدنا قرار ايا كان هو ايه، خلاص احنا نادي الزمالك قال هنسحب خلاص، ما فيهاش حنفي، ما حدش يقول حنفي تاني، انت سامع ولا لا؟ خدنا القرار واتنفذ، دي نقطه. تاني نقطه ان الاهلاويه كانوا متحديني على حلاقه شعري، وربنا ما احلى. خلاص، ما انا كنت متراهن يعني، كنا متفقين على التحدي، كان هيبقى مباراه الاهلي وبيراميدز، والاهلي والزمالك. الحمد لله مفيش بقى زمالك، خلاص هتبقى مباراه وبيني وبينكم بقى خلينا صادقين مع نفسنا كده، بيراميدز اجهز من نادي الزمالك، خدها من زملكاوي بقى، بيراميدز اجهز من نادي الزمالك في الفتره الحاليه، فيا رب ياخدوا البطوله بقى ونستريح، وكلنا في ظهر بيراميدز مع انهم طلعوا اندال معانا، بس يلا عادي. وان شاء الله هتبقى المباراه جميله وهنستمتع بيها، واحنا نقعد نتفرج بقى عادي يعني، احنا خلاص بقى شيلوا الضغوط من علينا، لان بيني وبينك احنا ما كناش جاهزين يعني، احنا لو كنا رحنا الماتش ده سيبك من اي حاجه تانية ورب الكعبه كنا هنشيل سكور. سلام.